وأنا عفيت لوجه الله تعالى. نرحب بالدكتور مصطفى الموسى رئيس مجلس الشورى وصحبه الكرام، كما نرحب بالشيخ أبو صهيب الزعبي رئيس مجلس الصلح. نرحب بأهلنا آل مريم وأهلنا آل معدل. نتقدم بالشكر باسم مجلس الشورى العام وأعضاء مجلس الشورى العام إلى الأخوة في مجلس الصلح وإلى لجان الصلح في المحرر عامة وإلى أهلنا في المحرر، ونخص بالذكر الأخوة الطرفين متواجدين معنا اليوم على هذه الثقافة التي هي ثقافة الصلح والتسامح والعفو. إخواني، هذه مرتبة لا يصل إليها إلا الأتقياء الأسوياء. إخواني، هذا هو ديننا، ويقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: خذ العفو وأمر بالعرف، خذ العفو وأمر بالعرف. هذا هو ديننا الحنيف. لكن اللي لاحظناه بالفترة الأخيرة عن أهالي إدلب حقيقة يعني أثرنا حقيقة سوف نجرب إلى أهل إدلب ترى العفو والصفح. يقول الله تعالى: والصلح خير، جعل كل الخير يصلح، لكن الأجمل فمن عفا وأصلح فأجره على الله، ترك الأجر لله، ومن أجره على الله أكيد لا يشاء. والله عز وجل يقول في كتابه العزيز: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وكذلك الله عز وجل يقول: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وقد ورد في الأثر أنه يوم القيامة ينادي المناد: فليقم الذين أجرهم على الله وليدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب. فكل الناس تشرئب أعناقهم إلى ذاك الصوت. من هم؟ قال: العافين عن الناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عفيت لوجه الله تعالى. الله أكبر. محتسب أمري عند رب العالمين، والحمد لله رب العالمين، والله بعد والله آخر، والحمد لله على كل شيء. السلام عليكم. حياكم الله لنا آل معدل. كل الشكر لأخونا أبو عبده. مع أن الله عز وجل كتب على الجميع الموت، كتب على الجميع، ولكن أحيانا يا أخوان في الله عز وجل يأخذ شباب في رعاية الشباب، في زهوة أعمالهم، في زهرة شبابهم، ولكن الله سبحانه وتعالى هو أرحم بنا، فأراد لهذا الشاب ربما اللي بدي يعيش 50 و60 و70 و80، وكأن الله عز وجل قال لك أيها الأب ابنك بده يوصل لعند الموت ل 80 سنة أو 90 سنة أو يتجاوز أكثر من ذلك أو أقل من ذلك، ولكن رحمتي